صباح الفل وصباح الانوار وصباح السعاده، عاملين ايه النهارده بقى؟ يعني حابه ان انا اجرب لكم واقول لكم احلى تتبيله ممكن تجربوها في الفراخ المشويه وكمان في القليه. لايك وشير لو اول مره تتابعي هبه تي في، واتمنى ان شاء الله الفيديو النهارده يكون مفيد ليكي. اول حاجه معايا فرخه وزن 2 كيلو ونص، انا حبيت ان انا اجيبها كبيره شويه علشان نجربها او بنشوف مدى قوه القلايه، هل بتطلعها لي 100% ولا بتطلعها لي نص سوا، وكل ده هنعرفه في الفيديو ان شاء الله. اتمنى بس ان انتي ما تجريش الفيديو، ويلا نبدا بسم الله. اول حاجه انا بنقعها بمحلول الملح والليمون والخل ومعلقه كبيره من الصلصه دي الفراخ او النقعه بتاعه الفراخ او بتاعه الطيور عامه. بعد كده ببدا ان انا اعمل فيها فتحات بالصدر زي ما انتم شايفين، او ممكن تفتحيها من الظهر من عند السلسله كده، يعني إيه اللي يريحك. لكن ده بيساعدني ان الصدر يبقى طري معايا، لانه دايما بيشكوا ان لما بنيجي نفرش نشوي الفراخ، فدايما الصدر كده مبيبقاش مستوي 100%. فالفتحات دي بتديكي طراوه للفراخ، وكمان بتخلي طعمها بيبقى حلو جدا من التتبيله. نبدا بقى نقول بسم الله، نعمل بقى التتبيله النهارده. وتتبيله الفراخ المشويه دي او التتبيله اللي احنا عاملينها عامه تنفع لكل انواع اللحوم، سواء بقى لحوم مشويه، سواء بقى طبعا هتعملي كباب حله. المهم ان انت لو اعتمدتي الطريقه دي بتدي طعم حلو جدا. اول حاجه عندي بصلتين كبار مبشورين ومصفياهم من الميه تماما. عندي كمان معلقه كوب من الزبادي، ولو مش متوفر عندك كوب من الزبادي تقدري ان انت تحطي نص كوب من اللبن الرايب. ده او ده بيدي نفس التست بالظبط ويدي نفس الطراوه للحوم. عندنا كمان معلقتين كبار من دبس الرمان، معلقتين كبار من الصويا صوص. اي حاجه متوفره عندك من الاتنين تقدري ان انت تضيفيها عادي جدا. هنضيف كمان معلقتين كبار من الصلصه، والصلصه بقى اللي بتدي اللون الجميل جدا للفراخ وبتخليها كده لونها بيبقى ذهبي ومش غامقه. لو ما عندكيش طبعا صلصه تقدري ان انت تحطي معلقتين كبار من الكاتشب، مفيش مشكله. نضيف بقى التوابل بتاعتنا، هنضيف معلقه كبيره من 7 بهارات. عندنا كمان معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكمون. عندنا كمان توم باودر، بصل باودر، معلقه كبيره من الملح. حابه ان انت كمان تضيفي معلقه من الشطه، ما فيش مشكله. مش حابه او ما بتحبيش الحاجه حاميه فده طبعا اختياري ليكي، وتقدري ان انت تضيفي التوابل او تشيلي التوابل اللي انت بتحبيها او بتشيلي او بتفضليها، فما فيش مشكله بالنسبه للتوابل تماما. خلصنا كده التتبيله بتاعتنا وحطينا كل التوابل. هنبدا بقى نضيف معلقه كبيره من التوابل اللي هي بتاعت الفراخ المشويه. تقدري انت تجيبيها طبعا سايبه او تجيبيها بواكي، بتبقى متوفره عند العطار. حطينا معلقتين كبار من الزيت، ونبدا بقى ان احنا نقلب التتبيله دي كويس جدا لحد ما نخليها تتجانس كده مع بعضها. ممكن كمان ان انت تضيفي عليها نص كوب من الميه عادي جدا. انا بقى بفضل ان انا اعملها كده، وببدا ان انا بقى انزل بالفرخه. المفروض ان احنا بنعملها قبليها بيوم، يعني انت مثلا صبح ان انت هتعمليها فتقدري ان انت تتبليها تحطيها بقى طبعا في التلاجة في الرف الاوسط من تحت، بعد ما بتتبليها وتسيبيها لتاني يوم. الطعم هنا بيبقى مختلف تماما. جربيه بس ان انت تشويها وتتبليها قبليها بيوم، مش ان انت بتتبليها وبعد كده نحطها على طول نشويها، فبيفرق طبعا في الطعم جدا. تبلتها كويس جدا زي ما انت شايفه، وبقيت ادخل كده التتبيله في الفتحات اللي انا عاملاها وما بين الجلد اهم حاجه، وسبتها حوالي نص ساعه عبال بقى ما تشرب، ونسيبها كده ترتاح وتشرب من التتبيله. هنبدا بقى ان احنا نقطع الخضار بتاعنا. اي نوع خضار انت حابه ان انت تعمليه مع الفراخ فما فيش مشكله. انا اخترت نوعين من الخضار وهما البطاطس والجزر، بحبهم جدا جدا لما بيكونوا مشويين، بيدي طعم كده فظيع بجد. جبت طبعا البطاطس قطعتها، المهم اخلي سمك البطاطس او الخضار اللي انا هبدا ان انا اعمله مع الفراخ يكون السمك كده غليظ شويه، علشان تاخد التسويه مع او ما تتهريش مني، وتبقى واخده التسويه المظبوطه مع الفراخ. يعني هتقعد مثلا حوالي 25 دقيقه، فالبطاطس برضو هتبدا ان هي يعني تستوي في الوقت المظبوط بتاع الفراخ وما تتهريش منك تماما. نزلت بقى بالشرايح كده وحطيت عليهم فلفل، وكمان حطيت بصل صغير، ده ما رضيش اقطعه شرايح لان بيدي طعم حلو قوي لما يكون كل بصله لوحدها كده، فانا بحبها تكون مشويه بالشكل ده. ما حطيتش عليها اي حاجه، لا حطيت عليها زيوت ولا حطيت عليها توابل، لان هي كده كده هتشرب من التتبيله بتاعه الفراخ. جبت بقى الفرخه بتاعتي العملاقه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، وهنبدا. دي كانت اول تجربه ليا ان انا اجرب اول حاجه في القلايه، وهي طبعا الفراخ المشويه.
كلنا دايما عندنا تساؤلات. انا حابه ان انا اشوي الفراخ لان الفحم بيزهقني جدا. كان بيبقى يوم صعب قوي ان انا اقعد اشوي فيه فراخ على الفحم، صراحه كان بيبقى حاجه كده مقرفه قوي. حطيت الفرخه وسبتها، ما عملتش فيها اي حاجه غير ان انا ظبطتها على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. وطبعا كل حاجه مده التسويه بتاعتها بيبقى محطوطه على القلايه من فوق. الفراخ بتاخد 180 على درجة 180 لمدة 25 دقيقة، وبعد ال 25 دقيقة طلعتها بالجمال ده. حقيقي ريحة كطعم مستوية 100% بجد. كمان بتديكي الشكل اللي انت كده بتنبهري بيه. لو حابة ان انت كمان تحطي قطعة من الفحم وتغطيها فما فيش مشكلة، هي ريحتها لوحدها كافية جدا. اتمنى بقى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات بالنسبة للتتبيلة، وكمان بالنسبة ل انواع القلايات اللي موجودة عندكم او افضل القلايات.